فيلم كليوباترا السوداء عمل ضجة في العالم وخصوصا في مصر بسبب انها بتروج لحركة عنصرية اسمها الافروسنتريك. طب مين اللي وراهم وايه الموضوع؟ لو عاوز تعرف تابع الفيديو. انتجت شركة نتفليكس فيلم بيجسد كليوباترا سوداء، وكتبوا على الفيلم انه وثائقي، وده معناه تزييف واضح للتاريخ، لان كليوباترا كانت من اصل يوناني مقدوني واتولدت في اسكندرية، وكانت بشرتها بيضة مش سمرة. ولكن الحركة دي بتحاول تسرق التاريخ. هم فاهمين هم بيعملوا ايه. الافروسنتريك هي حركة اتعملت في امريكا سنة 1928، وهي منظمة عالمية هدفها التعصب للعرق الاسود وانهم يقضوا على العرق الابيض. وبتقول الحركة دي ان الفرعون المصري اصله من السودان، وان المصري الحالي ملوش علاقة بالمصري القديم، وان المصري القديم مات او هاجر للجنوب، وان كل اللي في شمال مصر جنسيات كتيرة بعيدة عن العرق المصري. وبيروجوا ان الحضارة المصرية والمغربية كانت حضارات زنجية بحجة ان اول سكان شمال افريقيا الاصليين هم السود. وزي حواس قال ان كلام الافروسنتريك خلال السنوات الاخيرة ان الحضارة المصرية اصلها سوداء كلام مش صحيح، ومفيش دليل على الكلام ده. واكد ان الملكة كليوباترا شقراء لان اصلها يوناني مش افريقي. طبعا الحركة دي وراها حركات خفية بتكره مصر والعرب، وده اكيد. اشمعنى مصر بالذات؟ فهي خطة ممنهجة لسرقة الحضارة المصرية، بس مش للسود. دول بالنسبة ليهم شوية عبيد بس بيستفيدوا بيهم، وفي الاخر هيتخلصوا منهم. دي خطة من خطط اليهود وأعداء الحضارة المصرية اللي كانوا في يوم من الأيام عبيد عندنا. بس لو فضلنا على قلب رجل واحد مفيش حد هيقدر علينا. حفظ الله مصر، حفظ الله العرب. في الأخير أتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واستنوا أجدد الفيديوهات. ومحتاج دعمكم ضروري عشان القناة تبدأ تكبر. مستني دعمكم. سلام.